مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. استقرار كبير داخل الاهلي على رحيل طاهر محمد طاهر عن الاهلي خلال انتقالات يناير القادمه، ولذلك بسبب رؤيه الجهاز الفني للاهلي بامكانيات اللاعب المتواضعه وظهوره بشكل متذبذب مع الاهلي خلال الفتره الماضيه. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان الاهلي يبدا الدراسات لابرام اللاعب ضمن صفقه تبادليه مع احد الانديه المحليه خلال انتقالات يناير. احد المقربين من حسين الشحات يؤكد بان اللاعب تلقى عرض مالي ضخم من احد الانديه الاماراتيه من اجل التعاقد مع اللاعب خلال انتقالات يناير المقبله، ويؤكد بان اللاعب ينتظر تحديد موقفه مع الاهلي خلال الفترة القادمة لاتخاذ القرار النهائي قبل الموافقة على أي عروض، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة قوية بالاستمرار مع الأهلي للحفاظ على تاريخه وعلى ما قدمه للنادي، وأيضا حفاظه على علاقته القوية بجماهير الأهلي. مصدر داخل الأهلي يؤكد بأن إيستروم مدرب الفريق طلب من مسؤول الأهلي بضرورة التعاقد مع لاعب في قلب الدفاع وظهير أيسر ومهاجم أجنبي قوي قادر على قيادة خط هجوم الأهلي خلال الفترة القادمة، وأكد لهم بأنه لم يجد القوى الدفاعية في الفريق لبناء الهجمة من الخلف بشكل منظم، وهو ما أثر على أداء الفريق في المباريات السابقة وتسبب في كوارث دفاعية مؤخرا. مصدر داخل الأهلي يؤكد بأن مسؤول الأهلي بدأوا التواصل مع نادي البنك الأهلي من أجل التعاقد مع عمرو الجزار مدافع الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة، ويؤكد بأن الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع نادي البنك الأهلي من أجل إنهاء كل الأمور المالية المتعلقة بالصفقة لحسم الأمور خلال الأيام القادمة. وائل جمعة: كلمتين للاعيبة الأهلي، مع إني بقالي فترة ما اتكلمتش عن الأهلي، بس اللي أنا شايفه دلوقتي لازم من حبنا للأهلي نوصلها للاعيبة لو غابت عنهم، وأنا هتكلم بلسان المشجع. احنا بنحب الاهلي وهنفضل نحب الاهلي، بس اوعى تفتكر ان جمهور الاهلي هيحبك على حساب ناديهم. فانت كلاعب رصيدك بتبنيه من تضحياتك ومحافظتك على بيتك اللي هو بيت المشجع ده. المشجع الاهلاوي عايز يشوفك بتحارب عشان بيتك ده وعلى الانتصار، وان اسمه يفضل مرفوع دايما. اتمنى كل واحد منكم يحاسب نفسه على ما قدمه للنادي خلال الفتره الماضيه. مدربين كتير جوهم الاهلي ومشوا الفتره اللي فاتت على غير عادات الاهلي. احنا مرينا بالفتره دي قبل كده، ومش معنى ان نادي بيمشي المدرب فانت كده بعيد، لا، لابد اننا نبص في المرايه بتاعتنا ونحاسب انفسنا. محتاجين نشوف رد مختلف منكم، ودائما وراكم طول ما انتم بترفعوا اسم الاهلي وتفرحوا شعب الاهلي. تصريحات يستروب مدرب الاهلي في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بتروجيت في الدوري. يستروب قال: اشعر باحباط بعد فقدان نقطتين رغم باننا كنا الافضل طوال اللقاء. المباراه كانت في المتناول ولكن في النهايه خرجنا بالتعادل. صنعنا فرص كتير في اخر 60 دقيقه من عمر اللقاء ولكن لم نستغلها ولم نترجمها الى اي اهداف، والكره في النهايه اهداف رغم باننا اتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل الاهداف. الفكره ليست في المهاجم لاننا لا نلعب بالمهاجم فقط، وليست المشكله في طاهر محمد طاهر، ودفعنا بجراديشار وصنعنا العديد من الفرص، والتوقيت كان عابئ عن اللاعبين. راضي عن اداء اللاعبين ولكن حزين بسبب التعادل، والهدف الذي استقبلناه كان من كرة ثابته ولم يصنع المنافس اي هجمات علينا الا لعبه واحده او لعبتين طوال ال90 دقيقه، ولم يكن هناك اي ضغط على فريق منذ استلام المهمه الفنيه. حققنا الفوز في 3 لقاءات سابقه وتعادلنا في مباراه وحيده. اقررها بانني حزين لفقدان نقطتين وراضي عن اداء الفريق، وسنواصل العمل بجديه لعلاج كل الاخطاء خلال الفتره القادمه. هناك خلل في الربط بين وسط الملعب وخط الهجوم، لعبنا كتير على الكرات العاليه وتحدثت مع اللاعبين في الاستراحه لتعديل الامر، ونجحنا في نقله كبيره بشكل جيد في الشوط الثاني ووصلنا كتير لمرمى بتروجيت، لكن التوفيق لم يحالفنا في النهايه. مسؤول الاهلي ينتظر انتهاء بطوله السوبر المصري لعقد جلسه مع يستروم مدرب الفريق لاتخاذ قراره بشان الراحلين عن الاهلي خلال انتقالات يناير القادمه، واتجاهات قويه داخل الاهلي للاستغناء عن مصطفى العش ومحمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر خلال انتقالات يناير. مصدر داخل منتخبنا الوطني يؤكد بأن حسام حسن يشترط مشاركة إمام عاشور مع الأهلي في مباراة وحيدة على الأقل من أجل ضمه خلال معسكر نوفمبر القادم، واللاعب يأمل بأن يشارك في بعض الأوقات في بطولة السوبر المصري مع الأهلي لكي يتواجد في معسكر منتخبنا القادم. الأهلي يستعيد جهد الثنائي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا في مباراة المصري بورسعيد المقبلة بعد انتهاء فترة الإيقاف. ومصدر داخل الأهلي يؤكد بأن يستروب قد يستعيد الثنائي في التشكيل الأساسي للأهلي في لقاء المصري يوم الأحد القادم في بطولة الدوري. تحذيرات طبية قوية
قوية من جانب الجهاز الطبي للأهلي للجهاز الفني من الاستعجال بشأن عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي في المباريات خلال الفترة القادمة، والجهاز الطبي للأهلي يؤكد بأنه يجب دخول اللاعب تدريجيا في التدريبات البدنية ثم المشاركة بالتدريج في التدريبات الجماعية ثم المشاركة أيضا بالتدريج في المباريات، ولذلك خوفا من تعرضه إلى أي انتكاسات طبية جديدة خلال الفترة القادمة. الأهلي يتحفظ على فكرة ضم أي مهاجم محلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما تمت متابعة عدد كبير من مهاجمي الأندية المحلية دون أن يلقى أحد من هؤلاء المهاجمين إعجاب من جانب لجنة التخطيط للكرة في الأهلي. ويؤكد بأنه تم الاستقرار على ضم مهاجم أجنبي خلال انتقالات يناير لسد العجز الواضح في مركز المهاجم بعدما كشفت المباريات السابقة للأهلي بأن الفريق يعاني من نقص واضح في خط الهجوم، خاصة في ظل سوء مستوى محمد شريف وجرادي شار مع الأهلي مؤخرا، وازدياد الأمر إلى أسوأ بعد إصابة محمد شريف وحاجته لفترة علاج لن تقل عن 4 أسابيع أو 5 أسابيع. الأهلي يبدأ المفاوضات بجدية مع نادي جيرسي السويدي من أجل التعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي خلال الانتقالات الشتوية القادمة، ويؤكد بأن الأهلي تقدم بعرض بقيمة $1 مليون من أجل التعاقد مع اللاعب، لكن ناديه اشترط الحصول على $1,300,000 من أجل التفريط في خدماته. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان تتابع معنا كل جديد عن أخبار الأهلي.